النجمه التونسيه سلمى جلال منورانا على شاشه سينمات السعوديه. سلمى احد المواهب اللي انا بشوفها يعني جايه في الطريق، شغاله على نفسك بقالك فتره كبيره، بتحاولي يكون ليكي مكان سواء في السينما المصريه او في الدراما المصريه او في السينما التونسيه. انا عارف مدى المشقه والتعب اللي انت عديتي بيه، مش واخده الموضوع يعني بسهوله، لا بتدرسي وبتحاولي، والحمد لله السنه اللي فاتت كان ليكي مسلسل مع النجمه سمية الخشاب. فانا بحب النوعيه دي من الناس، مش اللي هم شكلهم حلو عشان كده هم بيمثلوا. ميرسي محمد، ميرسي على المجاملة والكلام الحلو ده كله. هو صحيح كان عندي مسلسل في رمضان مع سمية خشاب اللي هو ب100 راجل. مسلسل كان حلو، كانت بالنسبة لي اكسبيرينس، اعتبرها اكسبيرينس صغيرة، بس كانت بالنسبة لي دخول للوسط الفني ودخول للتمثيل في مصر. ده كان اول عمل؟ اول عمل ليا في مصر، فصراحة كانت اكسبيرينس حلوة. سمية الخشاب جميلة جدا جدا، وانا انبسطت بالتجربة، وان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله تبقى عندي حاجات تانية ومسلسلات تانية تبقى حلوه. يمكن اللي معطلك شويه اللكنه او اللغه المصريه، ولا دي عرفتي تتقنيها؟ لا خلاص خلاص انا حاسس لا خلاص زي يعني ممكن تقولي اي حاجه لا يعني. لا خلاص، بس عشان برنامج فبنتكلم شويه تونسي شويه مصري، يعني نقول احنا التونسي المفهوم. يعني خلاص اللكنه المصريه تم السيطره عليها. طبعا مش سهل هو الموضوع، بس الحمد لله يعني قاعده بحاول كده ان انا اتكلم مصري، باخد برضو ورك شوب عشان احسن اللهجه، والحمد لله، والموضوع ده باين اكيد في المسلسل. السقا وعز وكريم في فيلم، تختاري مين تشتغلي معاهم فيه؟ 3 3 بحبهم جدا بحبهم جدا. يعني لو طبعا عندك فيلم، لا انت عاوزه تمثلي مع 3 حلوين قوي، 3 حلوين قوي، بس ممكن لو اخترنا ممكن كريم. كريم كاريزما برضه. اكيد طبعا جدا. طيب عندنا حاجه الفتره الجايه ولا لسه؟ لسه. بس انا عارف ان انت مضيتي حاجه او في الطريق يعني. في الطريق، ربنا يسهل ان شاء الله. بس انا عاجبني ان انت مش شغاله عشان شكلك حلو، لا انت بتمثلي ممثله بجد يعني، فده حاجه مهمه جدا. اكيد طبعا، يعني الممثل لازم يشتغل على نفسه ولازم يحسن من ادائه، يعني مش الشكل كل حاجه، مش الادوار كلها تتطلب يعني ان انت تبقي حلوه. واكيد يعني ده باين من المسلسلات اللي انا اشتغلتها في تونس، او حتى الدور اللي انا اشتغلته في هنا في مصر برضو، اكيد يعني ما كنتش يعني عشان ابان حلوه، وانت عارف دايما متالقه، وانا منتظر منك الكتير. والسنه دي هي عندها عمل واحد، السنه الجايه ان شاء الله انا متوقع ان يكون في 5 6 اعمال، لان انت شاطره ومجتهده. ميرسي جدا يا محمد، شكرا.